المرحلة رقم 2 هي التأسيس، إنك تبدأ تأسس بقى، تحط القواعد زي ما أنت كده لما بتيجي تبني بيت فبتحط القواعد الخاصة بك. التأسيس بعد ما أنت اخترت الاسم، أخدت رأي الناس فيه وليه باك جراوند، مهم إن هو يكون ليه باك جراوند أنت بترجع لها. النقطة دي مهمة جدا، مش أي اسم عشان تبدأ تأسس بقى السوشيال ميديا الخاصة بالبراند بتاعك. صفحات الفيسبوك، صفحة فيسبوك، تمام، صفحة على التيك توك، صفحة على الانستا، تمام، انستا والفيسبوك والتيك توك وقناه على التليجرام. كل السوشيال ميديا الخاصه بيك انت بتبدا تاسس لها صفحات او قنوات على السوشيال ميديا، زي ما انا قلت، انستجرام، فيسبوك، تيك توك، تليجرام، ماشي، الاربع منصات دول باسم البراند، جروب مثلا جروب واتس باسم البراند بتاعك، والتصميمات الخاصه بالبراند بتاعك. التصميمات، موضوع التصميمات ده مهم جدا، مش مجرد صور انت بتجيبها من على النت، لا، انت لو بتعرف تعمل تصميم اعمل تصميم احترافي، حط تحت كلمه احترافي ب 100 خط. الناس بتشتري بعينها الاول، انت قيمتك ايه؟ هل انت تعبان مدي البراند بتاعك قيمه والمكان قيمه؟ يعني هل انا لو انا بشتري اونلاين هل بيتساوى بالنسبه لي في الانطباع الاول لو انا دخلت اشتري من مكان مظبط نفسه، مهتم، مهندم، مهتم بالتفاصيل، عامل تصميمات قويه بروفيشنال، تمام، خاصه بيه، مش مجرد ان هو صوره جايبها من على النت. هساويه ما بين صفحه انا بشتري من خلالها منزله اي صوره بروفايل ومنزله اي صوره كفر، ولا مهتم بالاعدادات، ولا حاطط وسائل للتواصل، ولا مهتم بكامل التفاصيل. شخص دخل رزع صفحه على الفيس باي اسم دي قدامه، باي صور جت قدامه، وراح منزل ايه، اي صور لاي منتجات بيسوق ليها. الموضوع بيكون تقليدي بشكل يخلي الواحد يقلق ان هو يشتري من حد مش مهتم بالتفاصيل دي. فده وضعه ايه؟